مرحبا بكم من جديد مشاهدينا الاعزاء. اصدر الستار رسميا عن المجموعه الخامسه والجزائر بالعلامه الكامله بعد الفوز اليوم ب3 أهداف مقابل هدف على غينيا الاستوائيه. رفيق مبروك طبعا التاهل من الجوله السابقه، واليوم مبروك الوصول والتاهل بالعلامه الكامله في صداره المجموعه. الحمد لله على كل حال. شيء جيد انك تفوز بثلاث مباريات معنويا جيده، حتى ولو غيرت تقريبا كل تشكيله في المباراه هذه الثالثه، واعطيت فرصه لبعض اللاعبين، اعطتك يعني نظره للمستقبل. يعني في المباراه ممكن ان تحتاج لبعض اللاعبين، والبدايه بدات بهذه الكره الثابته. يعني استغلينا الكرات الثابته من بالعيد والقوه في الكرات الثابته. هذا هدف الأول. يأتي الهدف الثاني من شيبي عن طريق يعني جملة تكتيكية وتمريرة من مازا اللي كان يعني مايسترو هذه المباراة، خاصة في التحضير للتمريرة والفينيش بقوة، دقة وقوة. ويأتي الهدف الثالث من مازا، نقدر نقول ما بين افضل اللاعبين في الشوط الاول، يعني ما بين التمرير والتهديف. هذا حاج موسى الذي كان ايضا نشيط في الرواق الايمن، وهذه يعني انهت المباراه في الشوط الاول يعني 3-0. وياتي الهدف التقليص الفارق من هدف جميل رائع يعني من سوي، تسديده قويه في الزاويه يعني البعيده، وتنتهي المباراة ب3-1 و3 نقاط إضافية للمنتخب. محمد، لك تعقيب على منتخب الجزائر وصدارة المجموعة بالعلامة الكاملة؟ كل شيء إيجابي بالنسبة لمنتخب الجزائر في الجروب ستيج، يمكن 9 نقاط من 3 مباريات. وبالنسبة للمدرب دلوقتي بقى عنده مشكلة كبيرة جدا في المباراة القادمة، اختيارات متاحة بالنسبة له، ولكن هي مشكلة صحية بالنسبة للفريق. غير بعض العناصر اللي لعبت مباراة اليوم، قدرت ان هي تثبت نفسها بشكل ممتاز بالنسبه للمدرب. فانا اشوف ان الجروب ستيج بالنسبه لمنتخب الجزائر كان ايجابي بمعنى الكلمه. احمد، يمكن منتخب عرف ازاي ان هو يقدر يكسب المباريات، حتى المباريات الصعبه زي مباراه بوركينا من ضربه جزاء، ولكن قدر يحافظ على شباكه نظيفه، استقبل هدف وحيد. لو سالت مدرب منتخب الجزائر على الهدف اللي استقبله هيقول لك اكيد يعني هدف زي دوت ما في ولا حارس مرمى في العالم صحيح يقدر يتصدى ليه. فاعتقد ان الجزائر كل شيء بالنسبه لهم، خاصه الناحيه المعنويه والروح المعنويه، كل شيء ايجابي لمنتخب الجزائر في المرحله القادمه في دور 16. رفيق، يعني من العنصر اللي لعب اليوم ويستحق ان يكون في تشكيله المباراه القادمه امام الكونغو الديمقراطيه في التشكيله الرئيسيه من البدايه؟ عندك عده عناصر. اظن ان بالغالي هو اللي راح يكون ظهير ايمن امام مباراه الكونغو.